السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم هانيه؟ كنتمنى ربي تكونوا على خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا بغيت نشارك معكم واحد الطريقه ديال تحضير العسل طبيعي منزلي، طبيعي 100% وبمكونات بسيطه، بطريقه جديده البنات. حبيت نشارككم معكم ان شاء الله بالطريقه ديالي. بالنسبه للمكونات والمقادير اللي عند البنات اللي متواجدين عندي في هذه اللحظه هذه ديال هذا العسل اللي كيجي بنين ورائع، واكيد انه الا جربتوه بالطريقه فغادي يعجبكم ان شاء الله. عندي قلب السكر كامل، وعندنا عصير الليمون. بالنسبه للماء فراني ما غاديش نضيف الماء في العسل البنات، داكشي علاش قلت لكم غادي نعمل معكم واحد العسل اللي كيجي رائع وبنين طبيعي 100% ديال الدار وديال الماكله بالطريقه ديالي. بلاصه الماء غادي نضيف انايا العصير من بعد ما عصرته وصفيته في الصفايه، وصافي من بعد ضفت 4 اكواس ديال العصير الليمون ديال العنبه كبارين عامرين مزيان. واحد الملاحظه، كسر الربع راه ما عمرش ليا مزيان بالعصير الليمون باقي خاصني من بعد عصرته وزدت واحد ربع كاس. اما بالنسبه للنسمه البنات في هذه اللحظه عندي واحد 7 الحبات تقريبا ديال القرنفل، زائد قرفه عواد بهذا الشكل هذا. غادي نضيف واحد 3 العويدات صغار ديال القرفه، وصافي من بعد غادي نقفل على الكوكوت ديالي. من بعد غادي نوضعها فوق البوطه فوق النار. اما بالنسبه للوقت اللي غادي يكون كافي الطياب ديال العسل ديالنا غادي يكون نص ساعه تقريبا، نص ساعه صافي غادي يكون واجد معنا ان شاء الله. غير واحد الملاحظه، ملي تكون الكوكوت ديالنا بدات كتسخن من بعد غادي نقصوا العافيه حتى نخلوها بحال الفتيله، ثم من ديك اللحظه كنحسبوا ليه نص ساعه وصافي. من بعد ما دوز نص ساعه كنحلوا على الكوكوت ديالنا باش نطلعوا على العسل ديالنا واش طاب. من بعد ما داز نص ساعه ديال الطياب ديال العسل ديالنا حلينا عليه وراه حصلنا لهاد النتيجه هذه. في هاد اللحظه هذه فرا العسل ديالنا نشف وصافي البنات. من بعد طفيت العسل ديالي بواحد الكاس ديال الماء الزهر. هادشي اللي كاين باش ملي يكون برد يجينا هو هذاك، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش جاري عاوتاني في نفس الوقت. اما في هاد اللحظه البنات فراني غادي نطفي على العسل ديالي باش يبرد مزيان. من بعد غادي نصفيه، خليكم معايا بعد نرجع معكم. من بعد ما برد لينا العسل ديالنا البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا برد مزيان وصفيناه. راه كيجي بهذا الشكل هذا. حبيت انني نشارك معكم الطريقه النهائيه. كيجينا العسل ديالنا بهذا الشكل البنات روعه وبنين في نفس الوقت. المذاق ما نقولش لكم، والله ما نقولش لكم البنات، المذاق يا سلام. والعصير الليمون في نفس الوقت عطاه واحد اللون خاص، عطاه واحد اللون روعه. والمذاق ما نقولش لكم، والله ما شهيتكم في هذا العسل البنات مع شي مسيملات ولا مع شي بطبيطات في الصباح مع الزويته بلديه ديالنا. في الحقيقه ما شهيتكمش البنات، ما شهيتكم. اما في هذه اللحظه هذه فراه غادي نقول لكم السلام عليكم. واللي كاع وصل معايا في هذه المرحله في الفيديو كنشكروا بزاف. ما تنساونيش باللايكات ديالكم البنات، وشي تعليق ما عندكم زوين البنات علاش لا مرحبا يكون بحالكم. وهذا الشيء اللي كان حبيباتي. اما هنايا فرا غادي نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.